بطيئة نينجا طول عمرها عايشة وسالمة في هدوء. بطيئة نينجا طول عمرها عايشة مسالمة في هدوء. مجرم حلقتنا النهاردة هو طبعا كلنا عارفين ان السلحفة بتتميز بالهدوء والحكمة زي معلم اوجوي في كونغ فو باندا، بس النهارده جاي اقول لك شوية معلومات كده ممكن تغير رأيك عنها. وخلينا ارجع لك بقى من اول الصيد. انواع السلاحف كتير ومش كل السلاحف نباتية زي ما انت متصور، لا في سلاحف كمان مفترسة ودموية لاقصى درجة زي السلحفة النهاشة او السلحفة التمساح اللي بتدخل كل اطرافها لجوه الصدفة بتاعتها وعاملة نفسها قال ايه حجر انا شجرة. والفريسه بقى مش مديها اخوانا لحد ما تقرب منها تقوم نقرها بمنقرها على طول واكلها، وهي عضه واحده خلصت الحكايه على كده. اما بقى لو جيت على الجانب الاجتماعي فزي الزفت. الامومه كلمه مثلا مش موجوده في قاموس السلاحف، لان السلحفه كان اناني من الدرجه الاولى. يعني مثلا عندك بقى السلحفه الام تفضل تبيض هنا وتبيض هنا وتبيض هنا، واللي يموت يموت واللي يعيش يعيش واللي يتاكل يتاكل والبقاء للاقوى. مفيش اي حنيه، ما عندهاش مشاعر. ده غير برضو ان عندها سلوك عدواني كبير. ده بيظهر مثلا لما واحد من السلاحف يقرب من المملكه بتاعت سلحفه تانية، بيفضلوا يتصارعوا مع بعض على مين يحكم المنطقه دي وهي ماشيه بالدراع. اما بقى لو نفسك مفتوحه ونفسك اكتر تتعرف على جيران السلاحف، احب اقول لك ان في مشهد تم توثيقه لمجموعه من السلاحف الضخمه بتاكل جثث، ايوه جثث طافيه على وش الميه عماله تاكل فيها، قال يعني بتنز. فلو لسه فاكر ان هي مجرد مايكل انجلو وحته بيتزا فانت غلطان. اضافه الى كده بقى معظم انواع السلاحف بتعيش لفترات طويله من الحياه، ممكن تشهد على اجيال كتير قوي وتعيش ل 100 سنه، وبتتميز دايما بالذاكره القويه، تكاد تكون اطول ذاكره حيوان على وجه الارض. وده برضو مش مجرد كائن عادي، لانه بيحضر عصور واحداث ممكن تعيش انت تشوفها انت وولادك وولاد ولادك. في النهايه احب اقول لك ما تنساش اللايك، سبسكرايب، الجرس. سلام.